يعني اللي احنا هنبدأ، احنا عاملين سايكو ترند يوم الاثنين علشان من الاثنين للاثنين نجيب الحاجات الترندات اللي ليها بعد نفسي واجتماعي ونحللها ونشوف ازاي يبقى عندنا وقاية من الأحداث دي ومن الحاجات دي. وده أبشع ترند على الإطلاق حصل يعني. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها ويتقبلها عنده ويتجاوز عنها ويخرس لسنة الأحقر وأرذل خلق الله اللي عمالين يرموها بالباطل أو بيرموها بالتهم أو بيكفروها. انتوا مش خزنة جنة ونار، انتوا ما عندكوش علم الغيب. تمام. اللي هي عملته كبيرة من الكبائر، طبعا كبيرة من الكبائر، الله أعلم عملته تحت تأثير مرض نفسي معين. مريض الاكتئاب اللي بيوصل للانتحار مصنف عندنا في الطب النفسي كله، وكل الابحاث اثبتت وكل الدراسات اثبتت ان هو دماغه مش بتكون زي دماغنا. قرار الانتحار مش بياخده هو عاقل، هو مريض، هو كمية دماغه مش طبيعية، هو النواقل العصبية عنده مش طبيعية. تمام. فبطلوا تدوا احكام. كفايه العذاب اللي هي شافته في دنيتها، وكفايه القرف والمشاعر البشعه والخذلان والتخلي والأذى والضغط والإهانة والقرف اللي هي عاشته في حياتها، عشان كمان تسلخوا فيها وهي ميتة. ارحموا يعني، خليكم في نفسكم يا جماعة، كل واحد يبص في ورقته. والله مش بنيجي في سايكو ترند نقول نحكي القصة أو ننقل خبر، احنا جايين نحلله من منظور نفسي وبعد ما وراء الحدث. خلاص، من الناحية النفسية والاجتماعية واللي تعرض له الشخص ده. هو ليه بسنت؟ ليه بنت فلة قمر في عز شبابها، أم لبنتين جمال و... و... وشفت لها لقاء ولد بيسألها معرفش بقى في حفلة أو في مهرجان أو حاجة، بيقول لها لو خلاص عرفتي إن بكرة هتموتي أو بكرة يوم القيامة هتعملي إيه؟ فبمنتهى العفوية والجمال والطيبة قالت له الناس هتتريق عليا في اللي أنا هقوله، بس هتحجب واقعد أصلي واستغفر ربنا. يعني في عندها الوازع الديني موجود. فليه بسنت؟ وليه وصلت لكده؟ وليه وصلت لكده وعملته بالطريقة دي؟ دي الأسئلة اللي مهمة قوي إن احنا نفهمها، احنا كمجتمع وكناس عادية. محدش بعيد أبدا على فكرة عن الموقف اللي بسنت كانت فيه. محدش بعيد ابدا، ومحدش يزايد على حد، لا حد مريض اكتئاب ولا حد بيقول انا فقدت الرغبة في الحياة، او حد بيقول انا نفسي اموت، او حد بيقول انه بيفكر في الانتحار. محدش بعيد عن ده. وبلاش تزايدوا على بعض بموضوع الدين. المرض النفسي ملوش علاقة بالدين. هنقول ده مرارا وتكرارا، الدين مهم جدا لانه بيقوينا وبيشد من أزرنا وبيقوي نفوسنا وبيخلينا يعني نهدى ان احنا نلجأ لربنا في الازمات وكده. ده وانت في حالة السواء النفسي خلاص. لكن في حالة عدم السواء النفسي، لما يكون في خلل في دماغك، لما يكون في خلل في كيمياء مخك، في النواقل العصبية، في مواد معينة بترتفع ومواد معينة ما بتفرز اصلا في الدماغ، ما بلاش تقعدوا تزايدوا على بعض وتنصبوا نفسكم قضاة. لما حد يقول انا تعبان، انا مكتئب، انا بمر بازمه، انا مش عايزه اعيش، انا حاسس ان ماليش لازمه، ان بسنت قبل ما تنتحر وتخلص على حياتها هي كانت اوريدي خلصانه. هي ميته 100,000 مره قدام كل موقف وقدام كل ازمه هي اتحطت فيها. وخليني أأكد إن كل ست وكل بنت بتكبر وبتتجوز وبتتأذي في جوازتها مش بيكون هو ده الجاني الوحيد لجوزها ولا أهل جوزها. على فكرة مش هم دول الجناه الأصليين والحقيقيين والواحدين. هم حقيقيين وموجودين لكن لأن البنت دي لو كانت طالعة من بيت في أهل بيدعموها وبيسندوها وظهر ليها وسند ليها، من الواضح إنها كانت مرت بحياة صعبة 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 مع أهلها. أنا معرفهمش لكن أنا أجزم وأحلف على ده إن هي مرت بحياة صعبة، وإنها كان ظهرها للحيط
بدليل انها لما اتضربت من جوزها واتهانت من جوزها واتهانت من اهل جوزها وكانوا بيضربوها وبيتدخلوا في تفاصيلها وبتجري على اهلها بيرجعوها ليهم تاني. ظهرها للحيط، كانت عريانه ملهاش حد يغطيها وحد يعني تآمن على نفسها ويجيب لها حقها. فالجناه الأصليين الحقيقيين هم كانوا أهلها، ولا جوزها قال لها لا أنا الطلاق عندي مش المودرن بتاعكم، شو أنا طلاق عندي يعني محاكم. دخلت المحاكم والقانون ما نصفهاش، عشان كده كانت في آخر لحظة في حياتها بتقول له الشقة فضيت يا عمرو خدها هي وبناتك. لو انت عايشة مع حد بيأذيكي وبيدمر فيكي بالمنظر ده ومش عارف يحميكي وهو سبب أذى وترهيب ليكي، ما تكمليش. دعوة بقى هتقولوا احنا بندعو لخراب البيوت، اخربوا البيوت احسن ما تفقدي حياتك. احنا كام واحدة عمالة تتقتل من واحد مختل ولا واحد بياخد مخدرات ولا واحد مريض ولا واحد مجرم. انفدي بجلدك، لمي عيالك وانفدي بجلدك. ليه عملت كده؟ الدافع الأساسي بس أنت عاشت حياة صعبة زي ما هي قالت، سواء من أهل، سواء من زوج، سواء من أهل زوج، سواء من خذلان، سواء من وصمة اجتماعية وحشة علشان هي مطلقة ولا علشان هي بتشتغل موديل أو الكلام ده كله. فعاشت في ضغط اجتماعي ووصم اجتماعي ضغطها وكانت بتحاول وبتعافر. طيب بقت حاسه ان هي عندها شعور بالخزي او بالعار من اللي بتمر بيه، من ان هي مش قادره تعمل الدور بتاعها، مش قادره تعيش انها ست وعايزه تعيش وتعمل اسره وبيت. وده في كذا فيديو ليها، عايزه تعمل اسره وعايزه تتجوز وعايزه تقعد في البيت وتربي ولادها، لان هي حاسه ان هي مش عارفه تعيش الحياه اللي المفروض تعيشها. فاول حاجه من منظور كده بقى النفسي والاجتماعي، البنت دي تعرضت لضغط اجتماعي ووصمه وصم اجتماعي ووصم بالعار وبالضغط قهرها. كمان من ضمن الكلام اللي كانت قالته في الفيديو، هي حست بالشعور بالوحده بوسط كل الناس اللي حواليها، والشعور بالخذلان ده شعور قاتل، شعور يقهر. تمام، واكيد هي اتخذلت من اقرب الناس ليها اللي هم ممكن يكونوا اهلها. هل بيكون الشخص المنتحر واخد القرار ده وهو قرار عاقل فعلا ومخه واخد القرار ده بعقل بتفكير؟ لا، لا علميا وطبيا لا، ما بيكونش كده خالص. ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل له ان هو خلاص مخه بيتشوش، هو يعني بيفقد القدرة على رؤية اي حلول تانية. هو شايف خلاص ان الموت في اللحظة دي او الانتحار في اللحظة دي هو المسكن لكل آلامه دلوقتي، مش قادر يشوف ده غير ان هو مسكن خلاص. وهي كانت في كل الفيديوز اللي بتطلع فيها قبل كده بتقاوم وبتقول ان هي بتعافر وبتقول ان هي مش سهل انها تتكسر وبتقول ان هي قوية. ليه لحظة انتحارها اختارتها انها تكون بالشكل البشع ده؟ ليه مش حاجات تانية؟ ليه مش بأي وسيلة تانية في هدوء وفي سلام ومن غير ما تحس بالألم البشع ده وصوتها والوقعة والرهبة، وهي ممكن تكون ماتت خلال ما هي نازلة أصلا بتسقط وكل ده؟ إنها آخر حاجة تكون هي مسيطرة عليها. تخيلوا بقى ان ممكن من في كذا احتمال ان هي اختارت. في ناس كتير بتقول ليه اختارت الموتة البشعة دي، ليه اختارت قدام الكاميرا؟ اكيد هي مش بتدور على ترند وهي سايبة الدنيا، مش بتدور على مكسب وفلوس وشهرة وهي سايبة الدنيا، مش فارق. هي شخص قوي تمام، وشخص حاول وعافر، وشخص حاول ان هو يبذل كل ما في مقدرته لحد ما وصل بيها انها خلاص ما عندهاش اي حل تاني ومش قادرة. فلا انا هكنترول لاخر لحظة، لدرجة ان انا اللحظة اللي هنهي فيها حياتي انا هوريها للناس. بتسيب رسالة للي اذوها ان بصوا انتوا وصلتوني لايه. ممكن كمان تكون اخر صرخة استغاثة. البنت قعدت في اللايف 40 دقيقة نفسها ان حد من اللي بيشوفوا او اللي عارفينها او اصحابها او قرايبها او ايا كان
يجي ويلحقها، باين إنها متدمرة، عياطها وشحتفتها ونفسها و والألم اللي بيعصرها، نظرة عينها، في حاجات كتير حتى لو حد مش متخصص ومش فاهم إن دي واحدة منتهية ولا ممكن تعمل حاجة في نفسها، بس دي شخص منهار، فيمكن كانت صرخة استغاثة أخيرة. إن هي سايبة عقاب نفسي للمجتمع اللي معرفتش تاخد منه لا حق ولا باطل، المجتمع اللي ما نصفهاش. بسنت مشيت وراحت عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي بإذن الله بإذن الله هيكون أرحم بيها يا رب من كل البشر اللي عاشت في وسطهم. لكن الدرس اللي هيفضل بعد بسنت ما ينفعش نسيبه كده، ما ينفعش نسيب الدرس ده. هي سابت لنا درس يخلي يعيش معانا بقى، يعيش بقى الدرس بقى اللي المفروض نتعلمه، واللي احنا كمتخصصين في العيادات بيجيلنا وبتتقال لنا نفس الجملة من الناس اللي نجيوا من محاولات الانتحار: انا بس كان نفسي حد يسمعني ويديني فرصة وما يحكمش عليا. كان نفسي حد يسمعني ويديني فرصة من غير ما يحكم عليا. خليني اقول لكم ان اي حد بيسمعنا او يعرف حد بيمر بحالة شبه الكلام اللي هو انا مش عايزة اعيش، انا ماليش لازمة، انا تعبت، انا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده، انا نفسي اموت او اموت نفسي، او انا عندي اكتئاب، انا مش قادر اعمل حاجة، يا ريت يساعدوا على الفور، يساعدوا فورا، يسمعوا، يحاول يقدم له دعم، ما يستهترش ويتفه من شعوره، لان هو اكيد بيكون حقيقي في ده. يساعده ان هو يوديه لحد لمعالج نفسي. الامانه العامه للصحه النفسيه يا جماعه عامله ده بالمجان والله. وفي مبادره انا كنت عضوه فيها لفتره طويله، زمايلي عاملينها، مبادره 100 مليون صحه نفسيه، عاملين فيها خدمه المسعف النفسي. ما نتفهش من اي شعور ممكن نسمعه من ولادنا. كلمه للرجاله: اتقوا في زوجاتكم. الست ما اتخلقتش عشان تتهان، ولا اتخلقت عشان تعذبها، ولا اتخلقت عشان تعاندها، ولا اتخلقت عشان تبخل عليها، ولا عشان تبهدلها. هي ما اتخلقتش عشان كده. يا سيدي مش قادر تعيش معاها ومش طايقها، طلقها باحترام وخليك راجل. قد الجواز خليك راجل واتجوز، قد الطلاق خليك راجل وطلق وانت راجل. مش قد ده ولا قد ده يبقى انت مش راجل، يبقى خليك قاعد عند اهلك ما تتجوز. احنا قدام حاجة بتهد قيم المجتمع والدين في زنا محارم. عم اغتصب بنات اخوه 12 سنة و14 سنة، والاتنين حوامل، والجدة طالعة تبرأ ابنها. اللي بتستخدم حيلة نفسية وهي الإنكار المرضي، إن أنا ابني ما يعملش كده، أو إنها ترمي اللوم على البنتين أو على أمهم، علشان ده هتطلع أم فاشلة، ما ربتوش على الحلال والحرام. يعني نشوف كده دي جوه دماغها ايه هي واللي شبهها، عشان برضو اللي شبهها بيبقوا موجودين كتير. هي بتحمي ذاتها، حماية الصورة الذاتية، حيلة نفسية كده ان هي بتحمي ذاتها لان هي امه، فعايزة تسقط التهمة عن نفسها. فأقرب حد ترمي التهمة عليه مين؟ الضحية. الضحية الطفلتين وامهم. حاجة كمان برضو من ضمن البعد النفسي، وهو انحياز النوع. بعض البيئات اللي منها البيئات اللي هي بتقدس الذكر، فالذكر يعمل اي حاجة، وان الانثى دي ايا كانت بقى طفلة كبيرة شابة بنته بنت اخوه بنت اخته ايا كان، هي وسيلة للغواية واشباع رغبات الخنزير ابنها. ان ممكن من بعد نفسي تاني وهو ازاحة الذنب عن نفسها، وبدل ما تواجه المجرم الحقيقي اللي هو ابنها، لا هي بتوجه الغضب
واللوم للضحايا، لان هم مش هيقدروا يردوا عليها ومش هيقدروا ياخدوا معاها حق ولا باطل ومش هيقدروا يدافعوا عن نفسهم وهم الطفلتين. فبدل ما تقول ان هي السبب بترمي اللوم على الجانب الضعيف. بالنسبة بقى هنا للطفلتين دول هيعيشوا ازاي؟ الإخوة الأخصائيين والإعلاميين واللي بيقولوا لك بقى وهنقدم لهم، والمجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة وهنقدم لهم دعم نفسي وهنعالجهم. بذمتكم ودينكم دول هيتعالجوا؟ بنت 12 و14 سنة وفيهم واحدة فيهم اترفع عليها السلاح وكان بيهددها، وفيهم واحدة اتخدرت وعاشوا تهديد ورعب وحملوا وهيولدوا وبيبيهاتهم هتتاخد منهم لمحافظة تانية ما يعرفوش هم فين، واتعرفوا واتعرف عنهم على سيبكم من ان الناس تعرفهم او ما تعرفهمش، هم هيعيشوا ازاي؟ مهما تعالجوا هيعيشوا ازاي وهيتخطوا ازاي؟ اغتيال البراءة ده مين هيحاسب عليه؟ مين هيحاسب عليه غير هم؟ اغتيال البراءة دي ان هم يتدمر حياتهم وهم لسه ما طلعوش للدنيا، تتدمر نفسياتهم وهم لسه ما طلعوش للدنيا، وبعدين نستغرب ونيجي لما يكبروا بقى ويبقوا يبقوا اي حاجة بقى، يبقوا شخصيات معادية للمجتمع، يبقوا شخصيات سيكوباتية، يبقوا مرضى نفسيين، يبقوا يطلعوا ينتحروا في لايفات، ايا كان. نرجع نكفرهم ولا نرمي اللوم عليهم ولا نقول ان هم وحشين ولا نقول ان هم بعيد عن ربنا ولا نقول فيهم اي حاجة ونرميهم بتهم؟ دول هيعيشوا ازاي؟ عايزين تفهموني ان مهما دول اتعالجوا نفسيا في التروما اللي حصلت لهم، مش بس بقى من الخنزير اللي اغتصبهم وعمل فيهم كده، من جدتهم اللي بترمي اللوم عليهم وبتطلعهم كمان ان هم الخطائين والمجرمين في العلاقة دي وفي القرف اللي حصل ده، دول هيطلعوا للدنيا وللمجتمع ازاي؟ يعني ما شفناش خلاص، وفي مجالنا عدى علينا حالات كتير جدا اتعرضوا لحاجات كده، وكان فيها محارم، ممكن اغتصاب او تحرش او تعدي وعاشوا تحت تهديد ورعب، بس ما تعرفوش وما اتشهروش وكانش فيه سوشيال ميديا وبيتعالجوا وهم كبار، لكنها لسه ما تعافتش ومش هتتعافى. فدول هيعيشوا ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. ده بقى عامل ازاي؟ غير ان هو بقى ممكن يبقى عنده اضطراب في التفضيل الجنسي، بيدوفايل، ان هو شخص سايكوباتي، ان هو شخص معادي للمجتمع، ان هو شخص اتعرض لكده وهو صغير. ازاي بيقدر ينتهك الحرمات بالشكل ده؟ ازاي بيشوف؟ هو بيبقى شايف الاطفال او البنت هي اداة او وسيلة لاشباع رغباته بس، مش اكتر من كده. تمام؟ مفيش إنسانيات في الموضوع، ولا يشعر بالذنب. هو لو كان من أول مرة شعر بالذنب كانش هيكررها تاني، ضعف بقى واخد مخدرات متفرج على حاجة، لكنه لا يشعر بالذنب ولا بيشعر بألم الآخرين. يعني إن هو يلوم الطفل أو يلوم الضحية، السبب يعني إن هو يبرأ نفسه ويطلع نفسه إن هو دفع لكده مثلا فأغرته. يعني مثلا اللي بيتحرش بطفلة أو بيغتصب طفلة عندها 4 سنين، دي أغرته. طيب اللي بيغتصب أو بيتحرش بطفلة برضو عندها 14 15 16 سنة بس هي من المحارم، برضو هي أغرته وأغوته وهي من المحارم، وهو عارف إن هي من المحارم وعارف إن ده عرضه وشرفه. أنا نفسي وده بنقوله والله العظيم، يعني أنا ده من زمان لما طلع، فاكرين فيلم 6 7 8؟ الفيلم ده انا بشوفه من اروع الافلام اللي اتعملت وناقشت حاجه مهمه جدا، ويا ريتهم كانوا خدوا بيها في القانون، ان اللي يتحرش مش بس اللي يغتصب. بسيطه جدا، انا مش عايزينه ياخد اعدام، هو يتم يعني التعامل معاه بشكل كويس جدا، زي كده اللي بيسرق بيتقطع ايده، فاللي بيتحرش برضو يعني يتعرض للبتر. ده افضل حاجة على الاطلاق، ويعيش معذب باقي الحياة، ما يتقتلش، يعيش كده. ده احسن حل، وكان من احسن واكتر الافلام اللي ليها رسالة واتعملت في الوقت ده. تمام؟
واللي يعمل كده في محارم خلاص يتعمل نفس القصة ويتسجن بقى بعد كده مدى الحياة إن شاء الله على طول، بس برضو يتعمل فيه نفس القصة دي ونخلق، ويبقى فيه بقى حاجة ردع، ويبقى فيه القضية بتتحل بسرعة، ويبقى فيه تنفيذ الحكم على الملأ. تمام، عشان الناس كده ايه قلوبها تبرد، يعني قلوبها تهدى، عشان احنا بنبقى بنغلي، بالذات الحاجات اللي فيها اطفال والحاجات اللي فيها محارم والحاجات اللي فيها يعني نهدى، احنا بنبقى في غليان والله العظيم. احنا